رجعنا من الفاصل والله وانا في الفاصل فكرت قلت طب افرضوا الكهرباء قطعت دلوقتي علينا، بس برضه طلعت ساذج. يعني معانا الكهرباء كلها وهتقطع علينا ما تمشيش يا دكتور ولا ايه؟ حضرتك مبلغ ان انت هنا؟ لا ما بلغتش لهنا، بس انا اعتقد ان انتوا عندكم مكانات طوارئ. عندنا مولدات وعندنا شغل عالي هنا طبعا. كله يعني. ده احنا مأمنين. كنت هتقول حاجه يا دكتور قبل الفاصل؟ انا كنت طبعا عايز اناشد المواطنين ان الفتره بتاعت الذروه اللي بنتكلم عليها من الساعه 6:30 7 لغايه الساعه 11 12 لا يشغلوا غسالات ولا يشغلوا سخانات كهرباء للمياه بقدر الامكان يعني. لان لما يكون عندي سخان اوتوماتيك عمال يوصل ويفصل ويوصل ويفصل بدون فايده، ده حمل. فده حمل. انا عندي 20 مليون مشترك في الكهرباء، دول عندهم على الاقل 7 8 مليون سخان كهرباء. 20 مليون مشترك يعني 20 مليون اسره طبعا. فلما تحط بقى لكل سخان دولي ما يستخدموش ايضا اجهزه المكانس الكهربائيه ال 2 كيلو وات المكوى الكهرباء، الفتره دي نخليها قبل الساعه 6 بالنهار، يعني فتره الذروه اللي هي بعد المغرب مباشره وبعد لغايه الساعه حوالي 11 12 نتوقف نستخدم الضروري. نستخدم الضروري لو في كهرباء، والكهرباء حضرتك ما بتتخزنش. الضروري ده لو في تيار كهربائي اساسا. الكهرباء ما بتتخزنش، الكهرباء تتولد وتستخدم في لحظتها. فده بخلاف اي حاجه ثانيه، الميه ممكن تخزنها. طيب. وبالتالي يعني مطلوب الحقيقه تعاون من الناس، وانا طبعا كممثل المستهلكين بأناشدهم هذا يعني. طيب تمام، اسمع رايك عشان عندي سؤال مهم للدكتور. هو فكره بالظبط زي ما قال استاذ الدكتور فاروق، ان فكره الترشيد ما هياش تعني ابدا التضييق ولكن هي جايه من الرشاده، انا استخدم الشيء برشاده وبحكمه، وبالتالي ما يمكن ان يؤجل ولست في اضطرار ان انا استعمله دلوقتي ممكن ان انا اؤجله لفتره اخرى علشان اتفادى ان اتعرض لهذا التخفيض من الاحمال. فهي انا مستفيد من هذا. لا واحنا متفقين ان في حاله ترف في استخدام الكهرباء. يعني الاسره بتبقى قاعده، بيبقى الاب والام قاعدين مثلا في اوضه فاتحين التلفزيون عشان يتفرجوا على المسلسل ده، واوضه ثانيه البنت قاعده فاتحه فيه التلفزيون وقدامها اللابتوب بتاعها، الاثنين في نفس الوقت بتتفرج على مسلسل، والابن بيلعب بلاي ستيشن على تلفزيون ثالث، والبواب تحت واخد سلكتين وعامل تلفزيون رابع. فالدنيا طبعا فيها طرف في استخدام الكهرباء، بس انتوا اللي عودتونا، انتوا اللي دلعتونا. صح يا دكتور؟ ما انا اقول لسعادتك ليه؟ انتوا اللي دلعتونا. قلت له ايه؟ عارف اللي هو ودتني البحر يلا بلبط، وبعدين تيجي تقول لي لا البحر هيكش. لا يعني هو اللي حصل ان الزياده اللي حصلت في الاستهلاك في خلال السنه اللي فاتت دي زياده محسوسه، بدليل ان احنا فعلا لما الجو بقى درجه حرارته عاليه والكلام ده كله بدانا نتاثر. انما احنا الحمد لله